جدا. اقفلها حنقفلها. اقفل الكاميرا خلاص. اقفل الكاميرا خلاص. في شارع الستين في منطقة في شارع الستين في الخرطوم لا توجد أي محال تجارية تعمل حتى الآن. فقط المواطنون الذين أنا أقصد الدوام لموظفي الدولة للمدارس في كامل العاصمة. هل هناك دوام رسمي؟ هل يذهب الطلاب إلى المدارس؟ هل يذهب الموظفون إلى مؤسساتهم؟ جدا. اقفلها حنقفلها. اقفل الكاميرا خلاص. اقفل الكاميرا خلاص. إذا مشاهدينا نتابع الآن دورية لربما أحد مكونين تطالب مراسل العربية من الخرطوم سالم الهاشمي بإطفاء الكاميرا. إذا لا تزعل. ايوه بارك الله فيكم يا خليك بس كنا عارفين. الله يكرمكم. لا عادي دون الشباب ديل لكنهم قالوا إذا لا أدري إحدى الدوريات الآن يتحدثون مع مراسل العربية سالم الهاشمي. لا ندري لأي جهة تتبع هذه الدورية الآن تغادر. سالم أنت معي تسمعني؟ نحن بس شغالين يعني. لا اشتغلوا احنا، انت عارف ما قلنا نحن شغالين بس بننقل ما عندنا حاجه والله. الحكايه شوفوها حقيقيه شوفوا الشغل حقيقي. ما في مشكله جدا ان شاء الله. ان شاء الله. سالم تسمعني؟ إذا مشاهدينا نعم أسمعك. نتابع معكم هذه الدورية التي استوقفت مراسل العربية. الله يكرمكم. وسألته عما يقوم به وقال بأنه يقوم بتغطية الأحداث. لا انت شبه هكذا مألوف يعني. قاعد في شارع 60 بقى 4 شهور ولا 5 شهور. قاعد. لا خلاص تمام. سالم ماذا يدور؟ لا المشكلة ان احنا كل ما نتحرك في الشارع ده ممكن يكون فيه. نعم خلاص. نعم أسمعك الآن. أنا بخير الحمد لله. وهي قوة تتبع لقوات الدعم السريع جاءت في هذه المنطقة وهم الآن يطلبونني للحديث. نعم. إذا مشاهدينا الآن نتابع ربما آلية من قوات الدعم السريع تتحدث مع مراسل العربية سالم الهاشمي وربما تستفسر منه عن طبيعة ما يقوم به وربما الجهة التي يتحدث معها. سالم ماذا دار بينكم؟ نعم هم يستوثقون عن نقل الأحداث وقالوا أنهم يبحثون يجب أن ننقل ما هو على الأرض وألا نزور الحقائق. هذه العبارات التي ذكرتها هذه القوة الآن. كانت قوة من سيارتين تتبع للدعم السريع بالفعل لكن لم يتعرضوا لنا. نحن الحمد لله بخير وحتى الفريق الموجود معي الحمد لله كلهم بخير. الآن القوة تحركت مباشرة وقدموا اعتذارا لنا عن هذه المقاطعة. جيد الحمد لله. نتمنى لكم السلامة ونرجو أن تعملوا في ظروف آمنة. شكرا جزيلا على وجودك معنا سالم الهاشمي مراسل العربية، كنت معنا من الخرطوم.